ملوك بيدوروا على رمز بيزيد قوتهم، وفي وسط الحرب بيفكوا وحش سماوي. هل هيقدروا يسيطروا عليه ولا هيخلص عليهم؟ بيبدأ فيديو النهارده ببنت اسمها يوجي، واللي بتسيب رمز المياه اللي أخيرا وصلت له بعد بحث طويل. أول لما بتشوف الكهف بيتفتح، وبتدخل الكهف وبتشوف تشونغ ملك الجبل القديم الوحيد لجبل شيني، ولكن بيكون محبوس وما بيقدرش يتحرك. وبنعرف إنه محبوس بقاله 3000 سنة، وبيطلب من يوجي إنها تساعده وتفكه في مقابل إنه ما ياكلهاش. لكن هي بتقول له إنها لو فكته هيعمل مشاكل كتيرة، وده هيفيدها لحد ما تقدر توصل لرمز المياه. وفعلا بتساعده وبتفكه، وبتأكد عليه إنه يعمل كل اللي هو عايزه. لكن فجأة بيتحول لوحش ضخم، ويوجي بتخاف جدا منه. وفي مكان تاني بنشوف 3 أميرات وشاب من جبل شيني بيجروا، وبيكون الحارس هوان بيهاجمهم، لكن بيقرروا يتحدوا سوا ضد اللي بيهاجمهم، وبيعملوا درع يحميهم من هجومه، وبيقفوا جنب بعض علشان يهاجموا النار اللي جاية عليهم. لكن بتكون قوتهم أضعف من إنهم يقدروا على النار، وطاقتهم بتقل. وبتقرر واحدة منهم وبيكون اسمها سانمي إنها تضحي بنفسها علشان قوة النار كانت أكبر من قوتهم، وبتقول لهم إنها الأفضل إنها تموت أحسن ما كلهم يموتوا. وبقوتها دي بتقدر تكسر قوة النار، لكن بتتعب جدا وبيغمى عليها وبتفقد طاقة كتير. وفي نفس الوقت في مكان تاني بيكون حراس مملكة الوحش بيحاولوا إنهم يحافظوا على الجرافيت اللي بيحافظ على المدينة، لكن مش بيقدروا وبيتكسر. وبيعرفوا إنهم مش لوحدهم اللي حصل عندهم كده. وبنرجع عند الوحش اللي بيسحب الطاقة كلها علشان يرجع قوته، وبيبان إنه بيدور على حاجة في الغابة وبيمشي وراها. وبنشوف يوجي وهي رايحة تقابل هوان الحارس، وبتقول له إنها فكت الوحش اللي هو ملك الجبل. فبيتصدم هوان وبيقول لها إن أكيد الحاجز اللي في الجرافيت اتكسر دلوقتي، وكمان حاجز وهم هوتيان هو كمان هيتأثر. فبتقول له إنه يبلغ الملكة بسرعة بكل اللي عملته، وبيكونوا مبسوطين بكده. وفعلا بيكتب رسالة وبيبعتها لها، وبيسألها عن رمز الماء اللي هم بيدوروا عليه أصلا. فبتقول له إنها لقت واحد، لكن لما الكهف اتفتح فكت الوحش الأول. فبيتضايق منها جدا إنها ما خدتش رمز المياه، وبيقول لها إنهم لازم يتحركوا بسرعة ويلحقوه. وبنرجع عند ملكتهم شيجي، واللي بتكون مبسوطة جدا لما بتعرف من الرسالة إنهم لقوا مدخل وهم هوتيان اللي فيه رمز المياه الفضي. وفي الوقت ده في مكان تاني في الغابة بنشوف بنت اسمها لينج ماشية مع الحراس، وبيدوروا على الوحش علشان يقبضوا عليه. وفجأة بتيجي عليهم عاصفة، فبتحاول لينج تهرب. وأول ما الحراس بيشوفوها بيحوطوها من كل مكان فورا وبيوقفوها. وحارس منهم بيحاول يدافع عنها قدام القائد تشو إنها ممكن تكون غيرت اتجاهها بسبب العاصفة. ولما تشو بيسألها بتقوله الحقيقة إنها كانت بتهرب فعلا، وإنها مستحيل تدله على مكان لونج. وبتحاول تقنعهم إنهم ما يكملوش الطريق، لكنهم بيكونوا مصرين. وفجأة الوحش بيظهر وبيقدر يموت كل الحراس في ثانية. وقبل ما يوصل لتشو بتنقذه لينج على آخر ثانية. والوحش ده بيكون نفسه تشونغ ملك الجبل اللي بيلتهم كل الحرس الميتين، وبيسمم تشو بيخليه تحت سيطرته، وبيأمره يقبض على لينج لأنه مش قادر عليها. ولكن المفاجأة إن لينج بتقدر تفك السحر ده، وده بيخلي الوحش يهاجم تشو وبيوقعه على الأرض. وبيروح ناحية لينج علشان يقتلها، وبيبدأ يهاجمها، ولكن تشو بيقف قدامه علشان يحمي لينج، وبيتصاب بسبب الهجوم وللأسف بيموت. وبنشوف إن تشو لابس إسورة في إيده، وفجأة الإسورة دي بتتخلع من إيده وبتطير وبتروح للشاب اللي مع ال3 بنات اللي كانوا بيحاربوا هوان. وأول ما الشاب بيمسك الإسورة بترجع له كل الذكريات اللي كان نسيها، وكمان بيفتكر إن اسمه تشا. وفي اللحظة دي بيوصل الوحش وبيبدأ يهاجم تشا. والمفاجأة بقى إن تشا بيقدر يقف قدام هجومه، وده بيبهر ال3 بنات جدا. وبيفضل الوحش وتشا يضربوا في بعض، لكن لما الوحش مش بيقدر عليه وبيطلع سم وبيسمم كل البشر اللي في الجبال. وبتشوف سنمي إنهم كلهم بدأوا يتأثروا بالسم، فبتخاف عليهم وبتستخدم الباقي من قوتها وبتعمل ترياق للسم، وبتنشرها على الجبل كله علشان محدش يتأذي من السم. وبتختفي وبتموت، وكل اخواتها بيحزنوا عليها. وبيتصدم الوحش إن السم بتاعه ما أثرش خالص. وبيرجعوا البنات وتشا بيهاجموا بقوة، لكن الوحش بيسخر منهم وبيقول لهم إن بقاله كتير بيتدرب لليوم اللي هيهاجمهم فيه. وبتروح عند يوجي وحارسها اللي بيروحوا عند رمز المياه علشان ياخدوه، لكن بمجرد ما بيقربوا منه بيطير. وبيتضح إن لاستعادة الرمز هي شياو بنت من ال3 أميرات المتبقيين، وبمساعدة الرمز وقوة ال3 بنات بيقدروا يجمدوا حركة الوحش وبيهربوا فورا قبل ما يفك نفسه. وبعد ما بيهربوا بيروح تشا يدي الإسورة للبنت التالتة رونج، وأول ما بتلبسها بترجع لها هي كمان الذاكرة، وبتفتكر لما كانت في مملكة السلاحف واتقال لها إنها تدخل وهم هوتيان وإنها تنسى ذاكرتها، ولكن هتفتكرها بمجرد ما تلبس القلادة. وبتطلب شياو منهم إنهم يجمعوا قوتهم سوا مع رمز المياه علشان يقدروا يحبسوا الوحش للأبد، لأنه ممكن يفك من القيد بتاعهم في أي وقت. وبيطلبوا من
من لينج إنها تستخبى علشان ما تتأذيش. وبنرجع عند الوحش اللي بيكون قدر يفك نفسه فعلا وبيجري على البنات وبيدخل في الفخ اللي عملوه بيأيدوه تاني، وبيتضايق جدا إنهم قدروا يأيدوه تاني وإنه هيرجع لحبسه. والكل بيتبسط جدا لأنهم قدروا على الوحش وهيخلصوا منه، وبيقرروا إنهم لازم يروحوا علشان يطمنوا على الشعب في الجبل لأن في مشاكل هناك. وبيطلبوا من لينج إنها تروح معاهم، لكنها بترفض وبتقول لهم إنها لسه محتاجة تعرف حاجات وبعد كده هتحصلهم. فبيقرر تشان يروح معاها ويبقوا يرجعوا للجبل مع بعض. وبنروح عند الولي العهد تشي لمملكة الجنيات، وبتجيله جنية الماء وبتقول له إنهم جهزوا شباك التنين. وبيكون تشي متضايق إنه مش هو اللي بناها، وبتطمنه الخادمة وبتقول له إنه مش لازم يكون اللي بناها لكن هو ولي العهد اللي اختاروه، لكن كده لازم يكمل علشان يقضي على الشر. وبيبان إنها حبيبته وبيكملوا كلامهم، وبيشكرها إنها دايما بتساعده، لكن مش بياخدوا بالهم من اللي بيراقبهم من الأول واللي بيكون مساعد الظلام لمملكة التعابين وفي جبل شنيف مملكة الوحش. وبنشوف الملكة وهي خايفة لأن الطاقة اللي بتحافظ على الأرض اتكسرت وأعوانها لسه ما رجعوش، وبتكون متأكدة إنهم أكيد حصل لهم حاجة لأن المفروض كان يرجعوا من بدري. وبنروح لمملكة تاني وهي مملكة السحالف، وبيظهر جبل جنيات فجأة وبينزل على الجزيرة المجوفة بتاعتهم، وبتعرفهم الملكة إن جزيرتهم في الأول كان اسمها جزيرة الأجنحة وفكت بعدها لما اتنقل جبل شيني. وفي الوقت ده بيجي حارس وبيقول لها إن جيش التعابين بيهجم عليهم، وقتها بتطلب الملكة إنهم يستعدوا للمعركة. وبنرجع عند لينج واللي بتكون بتفتكر تشو وتضحيته ليها، لكن تشا بيكون متضايق منه لأن تشو ده عمل حاجات كتير وحشة، منها إنه اتحكم في لينج وحبس رونج، لكن لينج بتدافع عنه وبتقول له إنه هو اللي أنقذ حياتها وما ينفعش تنساه. وبيستغرب تشا إن واحد زي تشو هو اللي أنقذ حياة لينج. وبعدها بيروحوا يريحوا عند نهر وبيتكلموا حبة، وبنعرف إن لينج كمان فاقدة ذاكرتها وهي بتتكلم مع تشا بتعيط، وأول ما تشا بيمسح دموعها بترجع لها ذاكرتها هي كمان. وبيقرروا إنهم يروحوا جبل شني، وبنروح عند رونج اللي بتوصل الجبل وبيكون معها شياو اللي بتقول لكل اللي هناك إن حاجز الجرافيت انهار، وحتى حاجز وهم هوتيان بينهار هو كمان. وبتكون خايفة إن أعدائهم يستغلوا كل ده لأنهم بالفعل احتلوا وهم هوتيان. وفي الوقت اللي بيكونوا بيتكلموا فيه بيدخل الحارس وبيقول لهم إن الشعب التعبان داخل المدينة بتاعتهم، وبيكتشفوا إن أغلب الجيش راح يصلح الجرافيت اللي بيحمي المدينة، وبيستوعبوا إن ده كله كان فخ. وبتتصدم شياو وبتزعل قوي وبتكون حاسة بالذنب إنها مش قادرة تحافظ على وهم هوتيان، لكن بيروحوا يحاربوا شعب التعابين بالحراس اللي كانت موجودة معاهم في القصر. وفي نفس الوقت بنروح عند يوجي وهوان معاها، وبيكونوا لابسين لبس الجيش بتاع شعب وهم هوتيان، لكن بنكتشف إنهم جواسيس من شعب التعابين واللي بيكون من شعب وهم هوتيان. وبنعرف إن يوجي بتحبه ولكن بيرفضها لأنها من التعابين، وبيبدأوا يهاجموا بعض كلهم. وبتساعد قبيلة السلاحف قبيلة الوحش علشان يقدروا على قبيلة التعابين، وبنعرف إن قبيلة الوحش والسلاحف هم الأقوى، فبيهربوا يوجي وهوان من الهزيمة. وبنعرف إن الجنرال شنغ من قبيلة السحالف مات، وبنروح ليوجي وهوان اللي بعد ما بيهربوا بيروحوا لقبيلة التعابين وبيلاقوا الملكة مبسوطة جدا إنها هتقدر تحتل القبيلة التانية، ولكن لما بتعرف إنهم ما لقوش رمز المياه بتتضايق وبتكون عايزة تموتهم. فبيقول لها المساعد بتاعها إنها تحتفظ بيهم يمكن تحتاجهم تاني، فبتقرر إنها تسيبهم فعلا. وبتعرف منهم باقي الأخبار زي إن أميرات مملكة الوحش رجعت لهم الذاكرة، واللي بيكونوا البنات اللي كانوا مع تشا طبعا. وبنرجع لمملكة الوحش السحري، وهناك بنشوف رونج بعد الحرب حاسة بالذنب لأن الشيو تعبانة وبتكون عايزة تفضل جنبها، لكن تشا بيكون معاها وكمان بيطمنها إنها مش هي السبب لكن الوحش هو السبب وإنها لازم تفضل قوية. وفجأة بتتهز الأرض بيهم لأن المملكة الأم بتتأثر. وفي الوقت ده بتروح شيجي ملكة التعابين تهجم على مملكة الجنيات علشان تاخد منهم رمز المياه الذهبي، وطبعا الملك بيرفض يسلم الرمز، فبتبدأ تهاجمه وبيحاربوا بعض. وبتقدر شيجي إنها تهزم تشي خلاص، وقبل ما تموته بتوقفها حبيبة تشي الجنية وبتديها رمز علشان حبيبها يفضل عايش، وبتقول لها كمان طريقة استخدامه. وبعد ما شيجي بتاخد كل المعلومات اللي محتاجاها وبتاخد الرمز بتقتل تشي والجنية برضه. وبنرجع عند مملكة الوحش السماوي اللي بيكونوا متوترين، وبيقترح تشا انهم يقتلوا شيجي قبل ما كل القوة الصالحة تخلص ويكون خلاص فات الأوان، لكن رونج بتهديه وبتقوله انها كده كده مش معاها رمز المياه، وبنعرف ان ده مختلف عن رمز المياه الذهبي وبالتالي مش هتقدر تعمل حاجة. وبتطلب شياو من قائد مملكة السلاحف انهم يفضلوا معاهم في المملكة لحد ما يقدروا كلهم انهم يعوضوا خسارة
استشارتهم وبيوافق القائد. وبعدها عند مملكة التعابين بنشوف شيجي اللي بتكون مفتخرة قوي إنها عرفت تقتل تشي والجنية، وإنها كمان عرفت مكان رمز المياه الذهبي، وبتقول لهم إن طاقة هواتيان الصالحة بتخلص خلاص، وإنهم لازم يستخدموا مكان التنانين اللي بنوها. وفي الوقت ده بتكون يوجي مع مساعد الظلام بيشوفوا أفضل طريقة يحطوا بيها الجيش وأسلحتهم في منطقة اسمها معبد لينج علشان يهجموا بأفضل طريقة. وبيكون مساعد الظلام متفاجئ إنها بتفهم في تشكيل الجيش، وبيبدأ مساعد الظلام يجهز الجيش ويوجي بتحميه. وفجأة جيش جبل الوحش بيهجم على المعبد، وده بيصدم جيش التعابين. وبنشوف إن الجيش بقيادة رونج وتشا اللي كانوا بيجهزوا علشان يقدروا يهاجموا التعابين، ومعاهم القائد هاديس واللي بيكون قادر يسيطر على الهجوم وبيقدر يكسبوا مرة واتنين. ولكن قوة يوجي بتكون كبيرة برضه، فبيقرر تشا إنه يضحي ويساعدهم في مقابل إن رونج تهرب وإنهم يكملوا تجهيز الأسلحة. لكن بمجرد ما بيساعدهم بترفض رونج إنها تهرب وبتقرر إنها تساعدهم ضد تشكيل التعابين. وفعلا بيقدروا على تشكيل يوجي وبيكسروه وبتتعب يوجي، لكن بترفض إنها تستسلم وبتعمل تشكيل أقوى. لكن القائد هاديس بيشجع الشعب كله إنهم يساعدوه هم كمان علشان يقدر على يوجي، وبيتجمعوا فعلا وبيقضوا على قوة يوجي ومساعد الظلام. وبيظهر الملك علشان يحييهم على اللي عملوه، ومعاه الملكة الأم، وبيسألهم تشالي ظهروا ليها في حلم قبل كده، وبيعرف إنهم ظهروا له علشان يقدر يفهم كل حاجة. وبتشكر الملكة على تضحيته لأن لولاه ما كانتش رونج نفسها هتساعدهم وتحميهم. وبتسأل رونج الملكة إذا كان والدها لسه عايش ولا مات، لكن بترفض الملكة إنها تقول لها، وبتقول لها إنها مش هتقدر تعرفها لأن مصير والدها هو اللي هيحدده، وإنها لازم تدور على الإجابة بنفسها، ولازم تكون شخص مضحي علشان تقدر تعرف حاجات أكتر. وبتودعهم وبتمشي. وفي مكان تاني بنشوف ملك عجوز بيعمل سحر وبيرجع قوته ليه تاني، وبنعرف إنه ملك اليابان. وبنرجع عند شيجي اللي بتتعصب على يوجي لأنها ما قدرتش على المعبد، لكن بتبرر يوجي إن القائد هاديس كان مستعد، وإن أكيد في حد كان قايل له، وبيكون قصدها على رئيس الوزراء اللي بيكون من المعبد وخانهم. فبيخاف رئيس الوزراء إن شيجي تعمل في حاجة، وبيحاول يبرر موقفه وإنه ما عملش كده ولا قال حاجة للقائد هاديس. لكن بتقول ليوجي إن الشخص مش موثوق فيه، وبتقطعهم شيجي فجأة وبتزعق ليوجي، وبتقول لها إنها ما تتهمش حد طالما معهاش دليل، وإنه كده كده الذنب ذنبها لأن قوتها هي ومساعد الظلام كبيرة ومستحيل ما تقدرش على المعبد وشعبه. فبتحاول يوجي إنها تبرر موقفها، وبتقول لشيجي إنها ما كانتش متوقعة إن الشعب كله هيساعد القائد هاديس. لكن بتتعصب منها شيجي جدا، وبتقول لها إنها مش قد المسؤولية، وبتهنها وبتقول لها إن آخر فرصة ليها إنها تلاقي رمز المياه. وفي نفس الوقت بنلاقي مساعد الظلام عند ملك اليابان، وبيتفاجئ إن الملك رجعت لقوته، وبيسألوا الملك كان فين الأيام اللي فاتت. فبيقول له مساعد الظلام إنه كان بيساعد يوجي علشان يهجموا على المعبد، وبيحكي له التفاصيل اللي حصلت كلها. لكن وهو بيحكي بيتعب الملك جدا، وبيحاول إنه يبان كويس، وبيحاول مساعد الظلام إنه يساعده. لكن الملك بيرفض وبيطلب من مساعد الظلام إنه يروح ويجيب رمز المياه بأي شكل. وبنرجع لمعبد لينج، وبيكون القائد هاديس مبسوط جدا وفخور بتشا، وبيطلب منه انهم يفضلوا اصدقاء، وبيرحب تشا بالفكره وبيكون مبسوط جدا. لكن بيودع القائد لانهم لسه في حاجات لازم يكملوها، وبيقول له القائد انه عايز يزود اسلحه من غابه جينغ، وبيطلب منه يروح معه. وبس كده بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى يا رب يكون عجبكم، واستنوني في افلام تانية جديده، والسلام.